السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. إذن أما بعد، فالشرطة الإسبانية أعلنت عن تفكيك شبكة خطيرة لتهريب المخدرات بطائرات مسيرة في المغرب، حيث أعلنت الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية فككت منظمة إجرامية بالجزيرة الخضراء يزعم أنها كانت مكرسة لنقل الحشيش بطريقة مبدعة من المغرب إلى إسبانيا، وذلك بتقنية جديدة حيث عرفت استخدام طائرات بدون طيار، أي الدرونات. وحسب إفادة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس، فقد تم تصنيع طائرات المخدرات بدون طيار في أوكرانيا، حيث أن أصلها أوكراني، ثم تم نقلها برا إلى جنوب إسبانيا، حيث تم عرض شحنات من المواد المخدرة والاتفاق عليها مع المنظمات الإجرامية المحلية في منطقة كامبو، جبل طارق، وكوستا ديول سول. وتم إلقاء القبض على 10 أشخاص، وضع 7 منهم في السجن، مع إجراء 6 عمليات تفتيش في الجزيرة الخضراء وماريبيا، في تحقيق بالتعاون مع الشرطة الإسبانية واليوروبول، وكذلك مع السلطات في أوكرانيا وكذلك بولندا. وبدأ التحقيق منذ أكثر من عام، فهذه جهود منذ مدة طويلة، حيث أنه بعد أن علم بوجود منظمة إجرامية مقرها في كامبو في جبل طارق وكوستا ديل سول، يزعم أنها مكرسة لجلب كميات كبيرة من الحشيش إلى إسبانيا عن طريق الجو. واستخدمت في هذا طائرات مسيرة بحرفية كبيرة، قادرة على نقل نحو 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ومداها أكثر من 50 كيلومتر. وقد سمح استخدام الطائرات لأفراد العصابة بالسفر على الطريق بين المغرب وإسبانيا، والتحليق فوق مياه المضيق، والعودة بعد إسقاط المخدرات في إسبانيا دون الحاجة إلى الهروب، دون الحاجة إلى الهبوط. وأكدت الداخلية الإسبانية أنه تم تصنيع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، وتم نقلها برا إلى جنوب إسبانيا، حيث بدأ تشغيلها بواسطة أفراد من دول أوروبا الشرقية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص توصلوا إلى اتفاقيات مع المنظمات الإجرامية المحلية المتمركزة في منطقة كامبو دي جبل طارق وكوستا ديل سول، لإتاحة خدمة النقل الجوي للمخدرات لهم. وعلى وجه التحديد، خلال التحقيق تم التأكد من كيفية محاولة إحدى المنظمات إرسال ما يصل 1000 كيلوغرام من الحشيش باستخدام هذه الطريقة المبتكرة. وخلال التفتيش تم ضبط 3 طائرات، إحداها في مرحلة البناء، بالإضافة إلى أجهزة التحكم عن بعد وأدوات لإصلاحها، وكميات كبيرة من الأموال والمخدرات التي كان من الممكن إدخالها إلى إسبانيا بهذه الطريقة المبتكرة. إذن فحصيلة ثقيلة وخسائر كبيرة للعصابات التي تتاجر بالحشيش، حيث أن الشرطة الإسبانية قامت بتفكيك هذه المنظمة الإجرامية التي كانت تستخدم الطائرات بدون طيار، وأكرر أوكرانية الصنع، للقيام بتهريب الحشيش بين المغرب
وإسبانيا بطريقة جد ذكية وبدون خطر، حيث أن هذه الدرونات مبتكرة وقوية، قادرة على حمل أكثر من 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة لمدى يتجاوز 50 كيلومترا، في سابقة لم تشهد مثلها الشرطة الإسبانية من قبل. وألقت القبض على 10 أشخاص متوفرين، 7 منهم دخلوا إلى السجن، وتم تفتيش 6 منازل في الجزيرة الخضراء في إطار تحقيق بالتعاون مع منظمة يوروبول وسلطات أوكرانيا وبولندا، إذ أن التحقيق كشف عن أن منظمة إجرامية مستقرة في كامب جبل طارق والساحل الإسباني الجنوب هي المسؤولة عن إدخال الكميات الكبيرة من الحشيش إلى إسبانيا جوا عن طريق درونات يدوية الصنع بأبعاد وقدرات جد كبيرة. واستخدام الطائرات سمح لهم بتشغيل المسار بين المغرب وإسبانيا فوق مياه المضيق، وعودتهم بعد إلقاء المخدرات في إسبانيا دون خطر أو الحاجة إلى الهبوط. وقد تم التأكد من أن المنظمة قد حاولت إرسال ما يصل إلى طن من الحشيش باستخدام هذه الطريقة. إذا شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.